واش العشران كنتمنى تكونوا بخير كلشي هو داك. مرحبا بكم في فيديو جديد. اول حاجه غادي نبدا بهذا الفيديو ده ان شاء الله هو واحد السؤال: واش يمكن يكون الاستعمار الافريقي، واش الافارقه يقدروا يستعمروا المغرب؟ علاش غادي تسائلوا كلكم علاش هذا التساؤل هذا اللي طرحته؟ اول حاجه ولينا كنشوفوا بان المغرب كثروا فيه الافارقه بواحد الكم هائل بزاف، ولينا كنشوفوهم في اي بلاصه مشينا. خرجتي من الحي ديالك غادي تشوفهم، مشيتي لواحد المنتزه غتشوفهم، كنتي في الترونسبور غتشوفهم. وهذا الشيء هذا ولات عنده واحد المضره اللي بزاف على الساكنه المغربيه. غادي ندوي انا، غادي نعطيكم في هذا الفيديو هذا، غادي نعطيكم الراي ديالي الخاص وعلى داك الشيء اللي كنشوف انايا في الطريق، حيت كندوز من واحد الطريق اللي عامره بالافارقه وكل شيء كيعرفها. هي من جهه المحطه الطرقيه ديال ولاد الزيان. عارفين حنايا هذيك لالين ديال الترام كلها ولات عامره بالافارقه، دايرين القياطن ديالهم، ولات بحال المستعمره، ولات بحال المستعمره ديال الافارقه هذه. وإلا جيتي تدوي ولا تقول شي كلمه كيهاجموك، كيبغيو يضربوك، كيبغيو يحيدوا لك ديالك، دونك بواحد الوحشيه اللي هي بزاف. بغينا نعرفوا حنايا شنو اخر هذا الفيلم هذا، شنو الاخر ديالو. واش غادي يدخلوا عندنا لديورنا، هذه هي اللي بقات حيت شفنا كل شيء معاهم؟ واش غادي يكون واحد الاستعمار اللي هو كبير غيحيدوا لنا الممتلكات ديالنا، غيولي المغرب ملك الافارقه؟ واش غادي يتعامل معاهم الامن وغادي يخصصوا لهم واحد المكان ديالهم ولا يردوهم للبلدان ديالهم؟ اول حاجه، واش يمكن الافارقه ياخذوا لنا ديورنا؟ ملي كانوا همايا جاو واحتلوا ديور في الشمال، في طنجة، في تطوان، شحال من بلاصه، كانوا ديور ديال الناس اللي عايشين في الخارج، كيكونوا في الخارج ومخلي دارو هو مسدوده. جاو هذوك الافارقه ملي ما لقاوش فين يسكنوا، فرقعوا ديور وحلوا ديور اللي ماشي ديالهم وسكنوا فيهم، وكياكلوا وكيشربوا كيدخلوا بنات كل شيء لهذوك الديور. حتى وصل واحد الوقت للساكنه اللي كاينين تمايا ولاو فيما الا كانوا عيالات ولا شي حاجه كيبغيو يطلعوا ينشروا الحوايج ديالهم في السطح، كيلقاو واحد الكم الهائل ديال الافارقه في السطح ديالهم ناعسين بلا شوار بلا حتى شي حاجه، دايرين اللي قال لهم راسهم، كيجريو عليهم تيوليو شادين واحد البلاصه اخرى. راكم ما درتوش واحد الانجاز، راه غير بدلتوا لهم البلاصه، لا اقل ولا اكثر. وما زادوا الافارقه كيتكاثروا، ما زادوا كيتكاثروا. حنا اصحاب الدار البيضاء اللي في كازا، حنا كنعانيو منهم بزاف، كنعانيو منهم لواحد الدرجه اللي بزاف. وتصوروا معايا انت في بلادك وانت في بلاصتك، ما كفاتك هاد الاسعار اللي هي زايده، ما كفاتك هاد المحروقات اللي هي زايده، ما كفاتك هاد الامن اللي هو ناقص ماشي 100%، ما كفاكش بانك انت اصلا ما لاقيش خدمه وما لاقيش فين تخدم وما لاقيش واحد المصدر ديال العيش، تجي تولي مضارب واحد الحاجه اخرى، مضارب مع الافارقه اللي هما ماشي بلادهم هادي وغير جايين. حنا دايرين، حنا اصلا هذا غير خير من المغاربه. انا ملي كنكون غادي دايز من الطريق ديال ولاد زيان كتلقاهم، شوف، جالسين في كاع البلايص. وتصوروا معايا الا كان مغربي وحط واحد الطبله ديالو ولا دار شي كروسه ولا شي حاجه، كيجي القايد كيجيو العون هذوك السلطات وكيحيدوا لهم الكروسه وكيديوها. دابا ولاو الافارقه داير لك محل في وسط الترام، داير محل في وسط الترام كيبيع، وما يمكنش لك تجي تقيسو وما يمكنش لك دير معاه حتى شي حاجه. علاش؟ حيت خايفين لا طرا شي حاجه، وهذاك الخوف الزايد هو اللي غيخلينا حنايا غيمشي لينا كل شيء. هذه من جهه. من جهه اخرى ولاو البنات اللي هما خواتاتنا، اللي خواتاتنا وكذا، تيخرجوا من المدارس، ما عادش كتخرج مع السونس، والسونس راه درهم الحال. هو السونس وبدا جاي من حدا الافارقه. واش الى اداك واحد من الافارقه واش غتفرز انت وجوههم؟ ما يمكنش لك تفرز الوجوه ديالهم. واخا شي، واخا نصوروا هذاك اللي اداني، واخا نصوروا ونديه للبوليس، راه ما عنده ما يطرى، حيت كلهم نفس الفيغوره، نفس الوجه عند كل شيء. ما يمكنش لك اصلا تجبدو، راه قد يشدك انت يخسرك ولا يجبد لك كلوه ولا يقتلك ويمشي يهز قلوعه ويمشي يتبدل لواحد البلاصه اخرى. ما عندكش كيفاش غدير تجبدو، غتولي هي مشات تروح فابور ولا شي وحده اللي اغتصبوها ولا شوف شحال من حاجه فابور، وحنا ما عندنا ما نديرو. فاش كانت طرات هذيك الواقعه ديال بانهم اثروا على الساكنه اللي حدا محطه ولاد زيان، ولات واحد الريحه اللي لا تطاق صراحه، اللي انا كندوز من تما وكضرني، اللي غير باساجي اللي غير دايز وكضرني هذيك الرائحه. مع السك بالناس اللي شرجمك فوق هذيك الريحه، شرجمك فوق منه، وكتطل كتشوف واحد الافعال وكتشوف واحد المناكر اللي هما بزاف.
ياك. وعاد باش ملي كيجي الليل بلا ما ندويو على كيجيبوا بنات، وتصور تيجيب افريقي كيجيب بنت كيخشيها في خيمه، راه وانت واعاها مع راسك كتسمع واحد الاصوات اللي هي لا شوف لا محل من الاعراب. كتشوف شي افلام اللي هي ما كايناش وخاصك تسكت وما دير والو. ولكن هادشي سببو كلشي سببو هما السلطات ما دايرينش الخدمه ديالهم. وملي جاو وقالوا بان خصهم يحيدوهم وكذا لاحوهم للطرام. ملي لاحوهم للطرام وكيفاش غادي تطلق هذيك لالين واشنا هو الحل النهائي؟ هذا راه غير حل جزئي. مشيتو حطيتو بان حكا غتبقى واحد الصطافات ديال القوات المساعده وكذا باش ما يرجعوش وكذا، ولكن هما راه واخدين راحتهم فوت راحتهم الليل. فهمتي؟ وملي كانت الصحافه كتهضر مع الناس، كتهضر مع ديك الساكنه اللي تما، الافارقه كيهدوا فيهم. وكيفاش انت ساكن تمايا ما غتبقاش تنزل من دارك ولا تخلي دارك وتمشي تسكن في شي بلاصه اخرى تمشي تكري، حتى كنتي مول الملك حتى وليتي كتكري. راه هادو هما الاسباب اللي خاصهم يتعالجوا، خاصكم نتوما كتخلصوا عليهم. راه دابا كاينه بان المغرب كيتخلص على الافارقه، كتعطى للمغرب باش يحد من الهجره ديال الافارقه لعند الغرب. وكيفاش نتوما ما باغينش بلادكم تخسر وحنا بلادنا تبقى خاسره وكاك؟ ما يمكنش هاد اللعيبه هادي. صافي بلا ما ندوي حنا على دوك الافارقه اللي كيجيو كيخدموا في لي سونتر دابيل، كيخدم جارديني، كيخدم شيفور، كيخدم فهمتيني في البني شحال من حاجه. لا، كندوي على هادوك اللي ما كيلقى ما كيدير كيولي في السعايه، ومن السعايه كيولي كينعس في الزنقه. هادو اللي تندوي عليهم. ما كنعموش حنا على كل شيء. كاينين اللي ما شاء الله عليهم جايبين من القرايه كيقراو، وكاين اللي كاري الدار ديالو كل شيء بادبه بصوابه بكل شيء. حنا كندويو على هادوك اللي كتلقاهم في الشوارع. وتصور معايا انت خارج تخدم مع 4 الصباح، كيبان لك واحد الظلمه ما عرفوش انت ما مفرزوش شنو هو، حتى كيخرج لك عينيه بيضين سنانه بيضين، وانت اش غتفرز فيها صاحبي؟ راه قد يدير فيك اي حاجه وانت يتسوق لك حتى واحد ما يشوفك حتى واحد. فهمتوا؟ دونك حنا بغينا واحد الحل اللي هو جذري، عطاوهم واحد البلاصه ولا نديروا لهم واحد المراكز وكذا على هذاك الاثمنه اللي كتاخذوا عليهم وعلى هذاك المونطون الكبير اللي واخدين عليهم. ديروا لهم واحد المراكز وخليهم بعادين على الساكنه وبعادين على الناس اللي هما مالين البلاد. حنا ما بغيناش ندوي على ديك اللعيبه ديال الاستعمار، ما الاستعمار حيت بعيد هذا الاستعمار هذا، حيت واحد الفئه قليله هي اللي كتروج لهاد اللعيبه ديال الاستعمار ديال الافارقه للمغرب. دونك هادشي راه ما غاديش يكون، ولكن الا خليتو هادشي هذا ما كتكونتروليوهش راه غادي توصل لهذيك اللعيبه، راه غتوصل. راه دابا كاينين المشاكل، كاينه في مصر، كاينه في تونس، كل شيء. راه اول حاجه راه قال لك بان الافارقه، قال لك الفراعنه في مصر راه كانوا من السود، وراه ما يمكنش انا عندي مشاغل اخرى ونجي ندار مع واحد الفئه اللي البلاد اللي دخلتها وكتخلص عليها. فهمتوا؟ دونك حنايا من هادشي كله بغينا واحد الحل اللي هو جذري. هادشي اللي كاين. كنتمنى هاد الفيديو ده يعجبكم. بغينا ندوي على هاد الفكره هذه، وخليو لي نتوما الاراء ديالكم في لي كومونتير اشنو بان لكم في هذا الموضوع ديال الافارقه، اشنو الحل الانسب لهاد الناس هادو باش حتى حنا ما يكونش عندنا مضره. حنا راه ماشي ضد ولا عنصريين ضد الافارقه، ولكن الا كنتي في واحد البلاد اللي ماشي هي ديالك ما خاصكش تطبق القانون ديالك، خاصك تماشى على القانون ديالنا حنا. فهمتي؟ حنا ما غناديوكش، حنا مرحبين بك كلشي، ولكن ما يمكنش لك انت تجي تاديني انا في بلادي وغنقول لك مرحبا والله يعاون. لا، ما تادينيش انت. كيف حنا كنمشيو كنهاجروا حتى حنايا لوروب وكنهاجروا لدول اللي هي امريكا كذا، راه حنا كنمتثلوا للقوانين ديالهم، كنمشيو على داكشي اللي هما كاينين. فهمتي؟ ما يمشيش حنا كنمشيو كنطبقوا عليهم داكشي ديالنا، وملي كنطبقوا عليهم داكشي ديالنا هما ما كيزقلوناش دقه جوج كيردوك لبلادك صافي، ولا كتحبس عندهم وحده في الجوج. دونك هذاك الشيء اللي حنا بغينا هنايا. اي واحد كان داخل لهاد البلاد هادي غادي تكونتروليو معاه في البدايه. الا كان صالح لهاد البلاد هادي مرحبا، ماشي صالح لا يما ردوه لبلادو ولا قول لي سير تا تكون عندك هذوك المعايير اللي باغاها البلاد واجي مرحبا بك. هادشي اللي بغينا حنا، ماشي عنصريين. هادشي اللي كان. خليو لي في الكومونتير اشنو الاراء ديالكم نتوما، وخليو لنا واحد لايك وسبسكرايب وبارطاجي مع عشرانك وفعل الجرس باش يطلع لك الجديد ديالي. وهذا مكان. وكنتمنى هذا الفيديو ده تكونوا استفدتوا منه. الفيديو الجاي ان شاء الله. بيس.